لم تشفع هذه الهتافات لمنع قرار اتخذته السلطات لإزالة عقارات مخالفة في المنطقة المحيطة بقصر القبة شرق القاهرة. أمن الدولة والحكومة والسيسي اللي انتخبناه كانوا بيضربوا علينا نار، بقينا نتشقلب حريم ورا بعضنا، ما يرضيش ربنا الظلم، فلوس الناس وبيقول لك أمن دولة، الناس اللي باينة على أمن الدولة سايبينهم، الحرامية، البلطجية، بتوع المخدرات، اللي كله بيقول لك الحكومة واحنا انتخبناهم، احنا اول ناس فوضنا السيسي. سلطات محافظة القاهرة مدعومة بقوات من الجيش والشرطة بدأت حملة موسعة لإزالة عقارات مخالفة بالمنطقة، وبدأت بعقار بارتفاع 15 طابقا. الأهالي من جانبهم قالوا إن المبنى مقام منذ فترة ولم يتعرض له أحد من المسؤولين خلال عملية الإنشاء التي تتم على مسافة أمتار من القصر الرئاسي. احنا بقالنا سنة بالظبط بندفع قسطنا، يعني واخدين شقة ديت ودافعين مبلغ والقسط بيتسد على سنتين، الباقي نص المبلغ. وبعدين العمارة بقى لها 3 سنين شغالين فيها، ولا في أي حد جه حضرتك ولا في أي حاجة جت خالص، ولا الحي ولا سأل. عملية الإزالة شهدت مناوشات بين أصحاب المنازل والأمن، حيث اتهم كل طرف منهم الآخر بإطلاق النار خلال العملية. حي علينا وبهدلونا، والله العظيم دافعين شقة عمرنا، كانت فين الحكومة من الأول؟ كانت فين؟ نائب محافظ القاهرة من جانبه أكد في تصريح رسمي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ قرار الإزالة الخاص بالعقار المقام على أراضي الدولة أمام قصر القبة الجمهوري، وأن المحافظة لن يعوقها أي شخص أمام فرض القانون وعودة هيبة الدولة بحسب وصفه.